السلام عليكم. في فيديو النهاردة هنعرف ايه الأخطاء اللي وقعنا فيها كدفعة 23 خلتنا ننقص درجات كتير في امتحان الأحياء. هنطبق الأخطاء دي على الأسئلة. أول سؤال بيقول أي الأجزاء المرقمة يكون في نفس اتجاه الجزء الوجهي للجمجمة. احنا عارفين إن الجزء اللي موجود في اتجاه الوجهي للجمجمة هو جسم الفقرة. الجزء الوجهي هو الجزء الأمامي، يعني يمة قدام اللي هو جسم الفقرة اللي هو رقم واحد اهو، اللي هو جسم الفقرة يمة قدام. اما النتوء الشوكي يمة ورا، حتى ممكن تحسه على جسمك، النتوء الشوكي يمة ورا. فبالتالي اللي في اتجاه الجزء الوجهي اللي يمة قدام يعني هو جسم الفقرة. عاوزين نشوف بقى الكلام ده في كتاب المدرسة. تتكون الفقرة من جسم أمامي سميك قصده اللي هو على جسم الفقرة، جسم أمامي يعني يمة قدام، يعني يمة الجزء الوجهي. فأنت تركز على المرادفات، لأنه قالها في كتاب الامتحان إن الجزء الأمامي هو الجزء الوجهي والجزء الجبهي. فخلي بالك ممكن يشيل لك أي كلمة ويحط لك المرادف بتاعها ويسألك، فلازم تكون عارف المرادف بتاع الكلمات اللي موجودة عندك في المنهج، عشان لو شال لك كلمة وحط لك كلمة مكانها. ثانيا انك لازم تراجع الصور بتاع كتاب المدرسة وتعرف لي البيانات اللي عليها ومكان كل حاجة فين، واتجاه دي موجودة ورا ودي موجودة قدام، دي البيان دي هو جسم الفقرة، دي القناة العصبية. لازم اي صورة في كتاب المدرسة تراجعهم، لان الصور حوالي 16 سؤال في الامتحان. وال16 سؤال دول منهم حوالي 13 صورة من كتاب المدرسة. فانت لو ما ذاكرتش صور كتاب المدرسة هتضيع يجي 17 درجة فيها اسئلة بدرجتين، والصور موجودة في كتاب المدرسة. السؤال اللي بعد كده بيقول ما الترتيب الصحيح لعمل كل من المناعة الخلطية والخلوية. هنحلها كده بالمنطق. انت عندك ان التي اتش بتفرز سيتوكاينات عشان تنشط بيها الخلايا البائية والخلايا التائية السامة بتهاجم الخلايا، فانا كده نشطت الخلوية. البائية بتفرز اجسام مضادة، فكده نشطت الخلطية. اذا الخلوية والخلطية تنشطوا في نفس الوقت، يعني اشتغلوا مع بعض. اذا هما متلازمتين، يعني بيشتغلوا في نفس الوقت. حاجتين متلازمتين يعني بنشتغلوا بنفس الوقت. كتاب المدرسة بقى اللي هو المرجع بتاعك للإجابات اللي أنا عمال أكد عليه. تتم المناعة المكتسبة أو التخصصية اللي هي خط الدفاع الثالث من خلال آليتين منفصلتين شكليا منفصلتين لكن متداخلتين، بيتداخلوا مع بعض، وبيحصلوا مع بعض يعني متلازمتين. ادي جبناها بالحتة التي اتش او نجيبها من كتاب المدرسة. في حتة كمان عندك حتة متتاليتان هي منفصلتان، يعني هي واحدة بتحصل الأول ثم تحصل التانية، يعني ما بيحصلوش مع بعض، يعني منفصلتين عن بعض. فكلمة متتاليتين شبه منفصلتين، يعتبر نفس المعنى. ما لو واحدة حصلت الأول ثم حصلت التانية إذا هما منفصلتين عن بعض، ما حصلوش في نفس الوقت والتوقيت. الإجابة الصحيحة متلازمتين. يبقى احنا استفدنا ايه؟ اللي احنا لازم نراجع كتاب المدرسة، نقرأ لما نراجع الدروس نراجعها من كتاب المدرسة، لأن كل كلمة ممكن يتبنى عليها سؤال. السؤال ده بدرجتين من كلمة اهو، كلمة متداخلتان اترمى سؤال بدرجتين، من كلمة متداخلتان اترمى سؤال بدرجتين. فتركز على كل كلمة في كتاب المدرسة والعناوين والأسماء المختلفة اللي احنا مكتسبة، هي التخصصية هي التكيفية. ممكن يشيل لك أي واحدة منهم، زي ما شيل لك الجزء الأمامي وحط لك الوجهي. فأنت ممكن يشيل لك أي كلمة ويحط لك الكلمة اللي بتساويها في المعنى. وكل كلمة أنت مطالب بيها ممكن يترمي عليها سؤال، وهوريك برضو أسئلة على كده. السؤال اللي بعد كده بيقول ما نوع الخلايا المناعية المشار إليها بالحرف سي. أول حاجة الخلايا اللي إن النواة بتاعتها بتشغل معظم حجم الخلية وحجمها صغير، انت عارف ان هي الليمفاوية، والصورة موجودة في كتاب المدرسة. المغزى من السؤال انك تركز على صور كتاب المدرسة وتعرف كل خلية وكل صورة في كتاب المدرسة، لان بيتبنى عليها السؤال. اسئلة بدرجتين، السؤال ده بدرجتين مجرد انك تكون عارف الصورة دي وجاوبت السؤال خدت الدرجتين بيفرقوا معاك، الدرجتين نص في المية. عندك الخلايا المتعادلة تعلمها ان هي كذا فص. الخلايا الحمضية عاملة زي سماعة الراس، وحدة النواة عاملة زي القلب. الليمفاوية صغيرة والنواة بتشغل حجم كبير. فانت تبقى حافظهم كده، حافظ الصور عشان لو جالك وقالك مين الخلية دي تكون عارف. فصور كتاب المدرسة، مش هنكرر تاني، صور كتاب المدرسة وراجع الدرس من كتاب المدرسة. كل كلمة ممكن يتبنى على سؤال، وهوريك دلوقتي سؤال متبنى على كلمة.
جينا للسؤال اللي احنا عمالين نقول مبني على كلمة. أما لي أدرس الشكل الذي يوضح أحد المفاصل جسم الإنسان، ثم حدد أيا مما يلي يحدث عند تعرض هذا المفصل للالتواء. لما يحصل للالتواء إيه الحاجة اللي هتحصل؟ انت واخد في كتاب المدرسة قد يحدث تمزق للأربطة عند حدوث، استنى ما نكبره، عند حدوث التواء. لما يحصل التواء بيحصل تمزق للأربطة. فبيقول لك ماذا يحدث عند حدوث التواء؟ لما يحصل التواء قول له هيتمزق الرباط. شفت كلمة اتبنى على سؤال بدرجة كلمة. فانت تخلي بالك، قسم لي وانت بتذاكر، قسم لي اقرا لي الفقرة دي وقسمها لي واعمل عليها أسئلة. الأربطة عبارة عن حزم منفصلة من نسيج الضم الليفي. اقف الحتة دي ممكن يجي على سؤال بدرجة أو درجتين. ممكن يسألني الأربطة نوع النسيج بتاعها، يقعد يسألك طلائي ولا ضام ولا كذا، لا قول له ضام على طول. تثبت أطرافها على عظمتي المفصل. ممكن يجي سؤال أين تثبت أطرافها، حيث تعمل على ربط العظام ببعضها عند المفاصل وتحديد حركة العظام. اقف في الاتجاهات المختلفة، اقف. عندي نقطتين، دي وظيفة المفاصل، ممكن يجي يسألنا عليها. ممكن يقول لي ماذا يحدث عند غياب المفصل، ممكن فانت هتقول له غياب الوظيفة اللي هو عدم تحديد حركة العظام. ايه تاني؟ تتميز الأربطة بمتانتها القوية ووجود درجة من المرونة. ممكن يسألني على حتة المتانة القوية دي ويتبني عليها سؤال بدرجة أو درجتين. حتة الدرجة وجود درجة من المرونة دي، الحاجات دي كلها، كل نقطة قسم فقرتك لجمل كده. الجملة من دي ممكن يتبني عليها سؤال بدرجة ولا درجتين. حاول تتوقع السؤال اللي يجي. يلا بقى نشوف البيانات. 5 عظمة، 6 غضروف، 4 عضلة لأنها حمراء، 3 وتر لأن رابط عضلة بعظمة، 2 رباط لأنه رابط عظمة بعظمة، 1 عظمة لوح الكتف. أنا عاوز مين؟ أنا بقول لك مثلا حدوث التواء يبقى حدوث تمزق للأربطة. الأربطة اللي هي 2 يبقى تمزق التركيب 2. بس الإجابة من جملة واحدة فيها رأس السؤال وفيها الإجابة وعليها درجة، وساعات ممكن أسئلة بدرجتين. فركز في كتاب المدرسة واعمل زي ما أنا قلت لك كده، قسم لفقرات، قسم الفقرة لجمل وابدأ طلع منها أسئلة. ممكن تجي لك سؤال بدرجة أو درجتين. السؤال اللي بعد كده بيقول لك أي أجزاء الغدة يتأثر بزيادة مستوى الكالسيوم في الدم؟ لما الكالسيوم يزيد في الدم هيتفرز طبعا الكالسيتونين من الغدة الدرقية عشان يقلله. فمين الغدة الدرقية؟ مين اللي هيتأثر؟ ده ايه؟ غضروف، ما ملوش دعوة. اما دي الغدة الدرقية، بي وسي ودي غدة درقية. بي ودي متفقين ان هما فصين من الغدة الدرقية. سي البرزخ. احنا مختلفين، كان الاختلاف ان البرزخ غدة درقية ولا لا. انت لو خدتها بالشكل ده شكل ده، الخلايا بتاع البرزخ نفس خلايا الفصين فشبه بعض، اذا لهم نفس الوظيفة. حتى اسمها الملائمة الوظيفية، بما ان الحاجتين لهم نفس الشكل اذا لهم نفس الوظيفة بنسبة كبيرة يعني. ولو بقى انت ذكي ومذاكر من كتاب المدرسة هتلاقي ان الحتة اللي في النص دي اللي هو شاور عليها هنا اهو في كتاب المدرسة وقال عليها غدة درقية. اذا قال ان البرزخ غدة درقية موجودة في كتاب المدرسة. يعني كتاب المدرسة لو ما ذكرتوش هتضيع درجات بالهبل. يعني يبقى من اكبر الغلطات اللي ضيعت مننا درجات ان احنا ما ركزناش على كتاب المدرسة. كتاب المدرسة هو نموذج الإجابة، واللي هو اللي بيتحط منه الامتحان، مش الكتب الخارجية والسؤال بتاع الكتب الخارجية. فتركز على صور كتاب المدرسة والكلام اللي موجود في موجود في كتاب المدرسة. السؤال ده انا غلطت فيه بسبب كلمة، ان انا ما خدتش بالي بكلمة مصدر. ما مصدر المواد الغذائية اللازمة لتغذية البويضة في النباتات الزهرية؟ حطيت إجابة في دماغي على طول، الحبل السري، واخترت وجريت الحبل السري على طول. فكلمة مصدر قلبت السؤال. ما مصدر المواد الغذائية اللازمة لتغذية البويضة؟ الحبل السري بينقل المواد. حتى في جسم الإنسان هو بينقل الغذاء، مش هو اللي بنجيب منه الغذاء. الغذاء جاي من جدار المبيض والنيوسيلا اللي هو نسيج غذائي. حتى لو يعني عشان كده، عشان ما تغلطش وما تاخدش بالك من كلمة في راس السؤال، حاول تقرأ السؤال مع كل اختيار. ما مصدر المواد الغذائية اللازمة لتغذية البويضة؟ النيوسيلا والنيوكلير. وتحاول تشوف هل النيوسيلا والنيوكلير هما مصدر المواد الغذائية اللي بتغذي البويضة؟ هل الحبل السري هو مصدر المواد الغذائية اللي بتغذي البويضة؟ هل النيوكلير مصدر المواد الغذائية لتغذية البويضة؟
هل جدار المبيض هو مصدر المواد الغذائية اللي بتغذي البويضة؟ فأنا كده قريت رأس السؤال 4 مرات لأني قرأته مع كل اختيار. فدي حاجة جميلة قوي، مش هتخلي بالك، هتخليك واخد بالك من كل كلمة في رأس السؤال. ولو رجعنا لكتاب المدرسة، ومع نمو البويضة يتكون له عنق أو حبل سري يصلها بجدار المبيض، بيوصلها بس من خلاله. تصل مش مصدر، بيوصل. هو العربية اللي بتوصل، مش هو المصدر، مش هو المصنع اللي جايبين منه الغذاء. أما المصنع اللي جايبين منه الغذاء هو النيوسيلا، ومن خلاله يصلها بجدار المبيض، عشان جدار المبيض فيه الغذاء، والحبل السري هو اللي بينقل الغذاء للبويضة. يبقى جدار المبيض والنيوسيلا. والنيوسيلا معروف ان هو يسمى النيوسيلا اللي هو نسيج غذائي، يعني في قلبه الغذاء. إذا المصدر النيوسيلا وجدار المبيض. فأول حاجة استفدناها إنك تقرأ السؤال مع كل اختيار. السؤال مع كل اختيار ده يخليك تقرأ السؤال 4 مرات، فيخليك تاخد كل بالك من كل كلمة، لأن احنا معظمنا بنقع في السؤال بسبب إن احنا ما خدناش بالنا من كلمة في رأس السؤال، وهي اللي بتقلب من إجابة لإجابة. وما تحطش إجابة في دماغك من أول ما تقرأ رأس السؤال، لأ، انت ما تحاولش. اقرا الاختيارات. في ناس بتقول لك ما تقراش الاختيارات، لا، اقرا الاختيارات، لانك لو حطيت اجابه في دماغك هتصر عليها وهتتجاهل بقيه الاجابات، وممكن اجابتك دي بنسبه اصلا 50% غلط اللي انت حطيتها في دماغك من اول مره، وبسبب التوتر، لانك بنيها على معلومات قديمه. حاول تقرا مع كل اختيار رأس السؤال احنا قلناها دي. وراجع الدرس من كتاب المدرسة. المعلومة هي في كتاب المدرسة إن العنق أو الحبل السري بيصلوا جدار المبيض بالبويضة عشان يوصلوا لنا الغذاء، من خلاله تصل المواد الغذائية. أما النسيج الغذائي هو النيوسيلا. فالإجابة والأسئلة أصلا موجودة في كتاب المدرسة. رأس السؤال موجود في كتاب المدرسة، والإجابة في كتاب المدرسة.